بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي لكل المتابعين في ملعب السير. النهارده معانا حدث كبير جدا كل جماهير الكره المصريه بتنتظره ويمكن جماهير الكره العربيه، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، لقاء الاهلي المصري والترجي التونسي. مباراه هتكون صعبه جدا. الترجي التونسي بقياده المدير الفني ميغيل كاردوزو، المدير الفني البرتغالي. النادي الاهلي بقياده المدير الفني مارسيل كولر في مواجهه امال وطموحات كاردوزو. يا ترى مين اللي هينتصر في اللقاء ده، ميغيل كاردوزو او المدير الفني مارسيل كولر العقرب السويسري؟ مباراه هتكون صعبه، مباراه مش هتكون سهله زي ما الناس كلها معتقده. امشي زيد، خرج له واحد دوبلومون، امشي بالكوره، اعطيه بدري، اعطيه بدري، اضرب يا بدري. حال جماهير الكره المصريه وخاصه جماهير النادي الاهلي هو ده اسوأ سيناريو ممكن جماهير النادي الاهلي تنتظره. طبعا الكل معتقد ان بعد التعادل في تونس ان النهارده النادي الاهلي هيحقق انتصار. ده اللي احنا جايين النهارده نقوله لحضراتكم في ملعب السير، ان الامور هتكون مختلفه، المباراه مش هتكون سهله. خلينا نتكلم بالاحصائيات وبالارقام وبالاداء اللي احنا شفناه في مباراه الذهاب. نسبه 80% بنرجح فوز فريق النادي الاهلي بالبطوله، ولكن النهارده هنتكلم في حلقتنا في نقطتين. النقطه الاولى بعض الملاحظات من مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي. النقطه الثانيه اللي احنا هنتكلم فيها سيناريوهات المباراه دي سيناريوهين، ما فيش سيناريو ثالث. خلونا قبل ما نتكلم عن النقطه الاولى بالنسبه لمباراه الذهاب، خلونا نتابع بعض الاحصائيات بالنسبه للفرقتين. النادي الاهلي الفتره الاخيره في الدوري فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، على العكس من فريق الترجي فاز في 10 وتعادل في 2 وما خسرش ولا مباراه. فريق النادي الاهلي احرز 35 هدف واستقبل 16 هدف، فريق الترجي احرز 20 هدف واستقبل 5 اهداف. يعني الترجي في البطولات المحليه يعتبر الى حد ما اداؤه افضل، ولكن في البطوله الافريقيه النادي الاهلي اشرس واقوى. الاهلي فاز في دوري المجموعات في 3 مباريات وتعادل في 3 وما خسرش ولا مباراه. الترجي فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر في مباراه. النادي الاهلي احرز 6 اهداف، ناخد بالنا، واستقبل هدف وحيد، على العكس من فريق الترجي احرز 6 اهداف واستقبل 3 اهداف. الاهلي لاعب سيمبا التنزاني في مباراه النوك اوت، مباراه الخروج، ومازيمبي فاز في 3 مباريات 2-0 و1-0 و3-0. فاز على سيمبا التنزاني في مباراتين ذهابا وايابا 2-0 و1-0. مباراه مازيمبي تعادل 0-0 وفاز 3-0 في لقاء العوده. على العكس الترجي التونسي عادل امام اسك ابيجان في مباراه الذهاب والاياب 0-0 وفاز بركلات الترجيح. في مباراه سان داونز فاز 1-0 ذهابا وايابا. واضح ان النادي الاهلي بنتكلم في مباراه النوك اوت في 4 مباريات استطاع ان هو يحرز 6 اهداف، ما دخلش مباراه ولا هدف، على العكس من فريق نادي الترجي التونسي احرز هدفين فقط. فيعني النادي الاهلي بالنسبه لاحصائياته سواء في دوري المجموعات وسواء بالنسبه لمباريات الخروج في دوري ابطال افريقيا، الاهلي بيقدم اداء قوي جدا. يعني بالاحصائيات وبالارقام بنقول ان الكفه بتقول ان النادي الاهلي هو الاقرب للانتصار للحصول على البطوله. ميغيل كاردوزو اخطا خطا كبير جدا، خطا في مباراه الذهاب ان هو خاف من النادي الاهلي زياده عن اللزوم، لان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في خط دفاعه. الفرقه اللي بتلعب قدامه كره هجوميه وبيضغطوا من الثلث الامامي وبيعملوا ضغط عالي، هي دي الفرقه اللي هي بتقدر تحقق انتصار امامه. شفنا ده في اول ربع ساعه لما فريق الترجي كان الى حد ما كان ليه نزعه هجوميه. الترجي التونسي كان اللي انا شايفه ان هو خايف من النادي الاهلي، يمكن ده هو السبب في ان هم تعادلوا في مباراه الذهاب، على العكس ان فريق النادي الترجي لو كان الى حد ما هجومي على فترات، وخاصه ان هو عنده لعيبه متميزه ايضا زي اللاعب يان ساسي اللاعب البرازيلي، كان بيبقى ليهم شكل. كنا بنشوف ان في خطوره على دفاعات النادي الاهلي وكان بيحصل ارتباك. عشان كده ده اللي احنا بنحذر فيه في مباراه العوده. يمكن ده هيخلينا بقى نتكلم على سيناريوهين المباراه. النادي الاهلي من اول ربع ساعه ينزل هو اللي فرض شخصيته وفرض كلمته، هو اللي متحكم في زمام وامور المباراه. مهم جدا جدا من اول ربع ساعه، من اول ثلث ساعه، انك تحرز هدف، وفي نفس الوقت انك تعمل ضغط كبير على فريق الترجي التونسي، ولكن برضه بشكل متوازن مش بالشكل المندفع. ودايما بنقول ان مباريات الكؤوس بيبقى ليها فكر معين، يعني دايما بنقول مباريات الدوري اللي انت محتاج فيها نقطه بيبقى ادائك متحفظ، انما دايما مباريات الكؤوس بتبقى محتاجه شخصيات قويه وشخصيات جريئه تقدر ان هي تخطف المباراه. ده موجود عند كولر، موجود عند كولر، مش موجود عند ميغيل كاردوزو طبقا لمباراه الذهاب اللي هي كانت على ملعبه. دي جزئيه خططيه بترجح السيناريو الاول اللي احنا بنتكلم فيه، ان النادي الاهلي هينزل بيهاجم. مهم جدا ان يبقى عنده سرعات، ويمكن انا عن نفسي بفضل ان كهربا يلعب بجوار وسام ابو علي، يلعب بحسين الشحات وبيرسي تاو، وممكن يلعب باثنين في نص الملعب. ممكن اعتقد ده ممكن يكون في جزء من المباراه بعد كده، ولكن خلينا نتكلم على السيناريو التقليدي بيلعب بيه كولر اللي هو 3 في نص الملعب، امام عاشور واكرم توفيق ومروان عطيه ممتازين جدا. غياب علي معلول مش هيأثر بشكل كبير، لان قوتك النهارده هي من قوه وسط ملعبك. شايف ان في استقرار في منطقه وسط الملعب، عندك سرعات في الثلث الاخير. رضا سليم مهم جدا انه يلعب، حسين الشحات او بيرسي تاو وسام ابو علي. الاهلي عنده الادوات وعنده الروح، يعني النادي الاهلي عنده ادواته اللي يقدر يحقق بها سيناريو الانتصار. السيناريو الاول اولا عنده معنويات عاليه جدا، استطاع ان هو يحقق تعادل في مباراه الذهاب. فريق الترجي خايف، بيعمل للنادي الاهلي الف حساب، معاك الجمهور ومعاك الملعب، كل العوامل بتقول ان النادي الاهلي ملوش حجه ان هو يخسر المباراه. ايه بقى السيناريو الثاني وايه اللي ممكن يكون سبب في خساره النادي الاهلي المباراه؟ الاهلي ممكن لعبته شويه تتغر، دي ساعتها هتكون كارثه على جماهير النادي الاهلي. فكره
اللاعيبه تتعامل باستهتار وان انت جيت من تونس بقى خلاص ان انا بقى كده جاي حاطط رجل على رجل والمباراه انتهت. لا، الامور مش كده. انا بقول لحضراتكم فريق الترجي التونسي لما بيهاجم فريق قوي جدا وخطر في الثلث الاخير، وارد ان هو ممكن لو انت ما وفقتش وضيعت فرص وممكن هو يهاجم على فترات يخطفك بجول، فالامور هتكون صعبه جدا على النادي الاهلي. فمهم جدا ان النادي الاهلي هو اللي يتحكم في زمام امور المباراه، يمشي المباراه بشكل تدريجي، ولكن في البدايه لازم يكون له شكل هجومي ولازم ينزل يفرض سطوته. العوامل اللي قلنا لحضراتكم عليها في صفه يتجنب في الحاله دي السيناريو الثاني. انما ان فريق الترجي التونسي ينزل يهاجم عليك ويبتدي ان هو يعمل عليك ضغط عالي بسبب نوع من انواع الاستهتار وان انت مش واخد المباراه بجديه من اول ربع ساعه، هي دي الحاله الوحيده اللي النادي الاهلي هيخسر فيها. الترجي التونسي عنده منطقه وسط ملعب قويه، اللعيبه بتدافع بشكل جيد جدا، ويمكن هو ده اللي ممكن يخدمه في السيناريو الثاني. الامور هتكون صعبه ويبتدي بقى هو يهاجم عليك، ساعتها الامور ممكن تتغير تماما. ده متوقف على ان كولر يدير الامور بشكل تدريجي ويبقى هو اللي متحكم في زمام امور المباراه، حذاري من لدغه ميجيل كاردوزو، لان في النهايه المباراه مش هتكون سهله، تخرج بنتيجه عكس كل التوقعات تماما، وده وارد. لما احنا بنتكلم في مباراه كره قدم كل الاحتمالات بنطرحها، لكن احنا بنتكلم بشكل خططي، ولكن في النهايه كل مباراه لها ظروف، فبالتالي مهم جدا انك تتعامل مع المباراه بشخصيه قويه. مهم جدا ان انت تنزل تعبر عن شخصيه النادي الاهلي من اول دقيقه، انت البطل من اول دقيقه، انت اللي نازل الفريق خايف منك وعامل لك الف حساب، او حصل استهتار او حصل تهور او حصل رعونه الاهلي هو اللي هيبقى مسؤول عنها. ولكن ان شاء الله باذن الله انا متوقع ان المباراه هتكون جميله جدا، متوقع ان شاء الله باذن الله ان لعيبه النادي الاهلي هيشرفونا وهتكون من اجمل وامتع واروع المباريات اللي هنشوفها الحقيقه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ينتصر ويفرح كل جماهير الشعب المصري. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا دايما في ملعب السير، عندنا حلقات استثنائيه الفتره اللي جايه، وان شاء الله عندنا احداث كبيره جدا هنغطيها مع حضراتكم. المتعه والجمال والروعه والابداع دايما معاكم في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.